السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين والمشاهدات، ان شاء الله في فيديو النهارده هنتكلم عن الاسماك والكائنات البحرية الخطيرة في البحر الاحمر، زي مثلا دجاجة البحر، زي السمكة الصخرية، زي السمكة العقربية، زي السمكة القط، زي سمكة الارنب، زي اسماك القرش، حداية البحر، أنفذ البحر، وقناديل البحر. أول حاجة هنبدأ بيها النهاردة هنتكلم عنها هي دجاجة البحر. دي أكثر الأسماك انتشارا في البحر الأحمر، والسمكة دي لها كذا اسم. بيقولوا عليها السمكة الأسد، السمكة المخططة، دجاجة البحر، السمكة النارية، الفراشة، السمكة الريشية. هذه السمكة جميلة جدا وجذابة، لا يكاد البحر يخلو منها، لكنها خطيرة في نفس الوقت. الخطير في السمكة دي ايه بقى؟ هو السم الموجود تحت الجلد في اسفل كل شوكة موجودة على ظهر هذه السمكة، وعددها 13 شوكة. هذا التنظيم الدفاعي طبعا معد لإصابة الحيوانات التي قد تحاول مهاجمة هذه السمكة او اصطيادها، لان هذا النوع من السمك مش سريع، فهو سهل الاصطياد. لذلك المولى عز وجل بيديله زي دفاع كده، دفاع عن النفس بطرق مختلفة. من هذه الطرق اللي هي الشوك الموجود فيه والسم الموجود خلف هذا الشوك. واعتقد بعض الغواصين ان بامكانه حمل هذه السمكة بوسط اليدين، ولكن ده شيء خطير جدا، ولا يجب ان اي شخص يحاول ان يعمل الحاجة دي. طبعا ايضا السمكة دي لديها احيانا سلوك هجومي، والتي يعتقد البعض انها فقط سمكة دفاعية. ده شيء مش صحيح، فهي ممكن تهاجمك لاحساسها بالخطر كما تفعل كثير من الاسماك، فهي تندفع بسرعة نحو مصدر الخطر بشكل لولبي، طبعا غارزة اشواكها الحادة في مصدر الخطر المهدد لها. طبعا الاصابة بسم دجاجة البحر دي بيحدث اضرار حتى 27 ساعة، وربما تؤدي إلى عواقب وخيمة إذا لم تعالج في الحال. فهي تسبب الشعور بالغثيان والضعف وارتفاع درجة الحرارة، وربما تسبب فقدان الوعي لبعض الوقت، وأيضا تسبب ضيق في التنفس، هذا غير مكان اللدغة الموجودة في الجلد. طبعا دي أول الأسماك اللي احنا بنتكلم عنها، الأسماك اللي هي الخطيرة من أسماك البحر الأحمر. تاني سمكة هنتكلم عنها النهاردة السمكة الصخرية. السمكة الصخرية فهي خطيرة جدا للغواصين، فهي من الأسماك الضارة والتي تمتلك استراتيجيات تمويه ومكر واستخدام كمائن كما لو كانت في حرب بالظبط، وتبقى لفترات ساكنة في القاع بين الصخور حتى لا تميزها الفريسة. فهي شبيهة إلى حد كبير بالصخور الموجودة في البحر، حتى أنه يكون أحيانا من الصعب تمييزها، لهذا سميت بالسمكة الصخرية. فهي بهذه الطريقة، بطريقة التمويه والمكر، تصطاد فرائسها، حيث أن شكلها يوحي إلى الفريسة أن هذا المكان آمن، فتذهب هذه الفريسة المسكينة إلى هذا المكان الآمن، والذي لا يمكن لأي كائن أن يراها إلا أحشاء السمكة الصخرية. طبعا السمكة الصخرية هي سمكة بطيئة جدا، لذلك لابد أن هي يكون لها سلاح في وجه الأعداء، فزعانفها الظهرية والحوضية والشرجية مدعمة بأشواك وغدد سامة 13 على ظهرها و3 شرجية. أما زعنفتاها الحوضية فتمتلك شوكتان في كل واحدة. وبالنسبة لسمها فهو من أخطر السموم مقارنة ببقية الأسماك، فهو كاف لقتل الإنسان في وقت قصير جدا إذا لم يتدخل العلاج الصحي في أقرب وقت. وفيما يتعلق بأعراض الإصابة بسم هذه السمكة فهو كتأسيس سم دجاجة البحر، إلا أنه أخطر، وكذلك لدغتها فهي تحدث ألما موضعيا شديدا مما أكثر مما تحدثه السمكة الدجاجة. سمها في الأصل بروتين غير مستقر، وفي حالة الإصابة لا قدر الله بسم هذه السمكة أو السمكة الدجاجة فإن استخدام الماء الساخن قد يكون مفيد، ولكن لا يمنع أن تذهب إلى أقرب مركز صحي للاطمئنان أكثر. وأفضل طريقة لتفادي لدغاتها بارتداء حذاء واقي قوي سميك، فهي غالبا ما تكون في المياه قليلة العمق، وخاصة المغطاة بالطحالب أو الأماكن التي تكثر فيها الطحالب والصخور معا، فهي مكانها المفضل. النوع الثالث اللي هنتكلم عنه النهاردة هي السمكة العقربية. طبعا هي شبيهة جدا بالسمكة الصخرية، هي مثلها لكن هي أسرع منها، وكذلك سمها فهو ليس أقوى من سم السمكة الصخرية، وغالبا ما يكون لونها برتقالي لامع،
فخطورتها تكمن في سرعتها. يعني دي أقل خطورة من السمكة الصخرية، لكنها أسرع من السمكة الصخرية. أما السمكة اللي بعد كده فهي السمكة القط، وطبعا دي سمكة أخرى تعتبر من الأسماك الخطيرة جدا، وهي السمكة القط. تتميز بأن فمها محاط بشفتين مكتنزتين ولها زعانف مرتفعة إلى الأعلى، كما أن لها امتدادا أنبوبيا يتصل بفتحتي الأنف. وعلى الفم هناك شعيرات تشبه الشوارب، وخاصة عند الذكور تقتاد بالمواد النباتية والرخويات، وهي شبيهة للطعام، ويمكنها أن تعيش في الأماكن الجارية. منها أنواع متعددة مثل السمكة القط المخططة، والسمكة القط الزجاجية، والسمكة القط الكهربائية. بالنسبة للسمكة القط الزجاجية فلديها جسم مضغوط وليس لها حراشف، ويمكن مشاهدة الأحشاء الداخلية من خلال الجلد، وفيها الزعنفة الظهرية تحولت إلى شعاع منفرد، فيما اتسعت الزعنفة الشرجية لتحيط بالجسم. توجد في فمها أسنان ناعمة. وهناك السمكة القط الكهربائية، ومن أهم خصائصها هي قدرتها على إحداث صدمة كهربائية قوية لتصعق الأسماك الصغيرة والأحياء المائية الأخرى، فتولد هذه الشحنة من جلدها السميك الذي يعطي للسمكة مظهرها المترهل. الرأس مشحون بشحنة موجبة، أما الذيل فهو مشحون بشحنة سالبة. وبإمكان السمكة القط الكهربائية أن تصعق حيوانا كبيرا، وبإمكانها أن تولد شحنة يبلغ مقدارها 400 فولت، وبإمكانها أن تقتل إنسانا كبيرا. السمكة اللي بعد كده هي سمكة الأراد، أو احنا بنقول عليها السمكة الأرنب، وليها كذا نوع، في الأراد الفضية والأراد المقنعة والأراد ذات النقط البيضاء. سمكة القراد أو الأرنب كما يطلق عليها من الأسماك السامة، ومنتشرة بصورة كبيرة في البحرين الأبيض والأحمر وخليج السويس، ويوجد منها 39 نوع بحري و28 نوع يعيش في المياه العذبة، وهي تحارب صيادي الأسماك الذين يقولون أنها تعيث فسادا في شباكهم بأسنانها القاطعة، ما يزيد من الأعباء على كاهلهم. القضية ليست في أن هذه السمكة تهاجم شباك الصيادين فقط، بل إنها تسمم من يتناولها، والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها، وعادة ما يقوم بعضهم بالتخلص منها، وهي من الأسماك الممنوع صيدها أو بيعها أو تداولها في الأسواق نظرا لسميتها وخطورتها على الصحة. وهي ذات جلد رصاصي اللون عليه نقط، ورأس تمثل أكثر من ثلث جسم السمكة. وتحتوي هذه الأسماك على غدد سامة تتواجد في 3 أماكن مختلفة من الجسم: تحت الجلد، قرب الأحشاء، وبجانب النخاع. كما أن كبد هذه الأسماك سام جدا، وتمثل الأجزاء السامة تقريبا من 12-13% من اللحم، وهي من الأسماك التي تعيش في قاع البحر وتتغذى على فضلات الأسماك. وسبب كونها سامة هو أنها تتغذى على أنواع من الطحالب السامة، وهو موجود في الجلد والأحشاء، ولا يوجد السم في لحوم تلك الأسماك. وتصل نسبة الجرعة السامة للبشر إلى أقل من 1 ملي جرام، وبهذا يعتبر هذا السم من أشد أنواع السموم فتكا، كما أنه لا يتأثر بالطبخ. وحسب الجرعة فإن الأعراض الأولى تظهر على شكل شعور بالدوخة والتعرق والتنميل والحكة والقيء، والأعراض الأكثر حدة تظهر على شكل آلام عضلية، مشاكل تنفسية، هبوط في ضغط الدم، والشلل الذي يؤدي إلى الوفاة بسبب توقف الجهاز التنفسي، وتحدث الوفاة ما بين 6 إلى 8 ساعات. أسماك القرش، طبعا تنتمي هذه الأسماك إلى طائفة الأسماك الغضروفية، طبعا حيث أن هيكل هذه الطائفة غضروفي بالكامل. وطبعا هذه الطائفة تضم أكثر من 350 نوع من القروش، والخطر منها حوالي 12 نوع، وتراوح طول القرش من 25 سم أصغرها إلى 17 متر أطولها. وأسنان سمك القرش هي السلاح الفتاك الذي يستخدمه في قضم فريسته، وهي أسنان قوية جدا مشرشرة تتجه إلى الخلف وتنتظم في صفوف على الفكين. وللقروش حاسة شم قوية، فرائحة الدم تجذبها وتهيجها وتجعلها تهاجم أي شيء يقابلها، حتى إنها تهاجم بعضها البعض، كما أنها تشم رائحة هرمون الخوف لدى الإنسان. والقروش تنجذب للون الأبيض واللامع تحت الماء، لذلك نرى الغواصين والضفادع البشرية يرتدون البدل السوداء الداكنة حتى لا تراهم القروش. وللقروش حاسة سمعية قوية جدا، تستطيع سماع حركات الأحياء الأخرى من على بعد 2 كيلومتر تقريبا. لذلك فإن القروش حيوانات تثيرها الحركات العشوائية، وخصوصا التي تحدث منها تحت سطح الماء عند عمق من متر ونص. ووجود القروش في البيئة البحرية هام، حيث تقوم بمنع الازدحام الغير متزن، لأنها تتغذى على الأسماك الضعيفة والمريضة لتمنع انتشار الأمراض في البيئة البحرية. وتختلف طريقة الهجوم من نوع لآخر ومن وقت لآخر. والقروش ولودة،
يتم حضانة وفقس البيض داخليا وينتج صغار كاملة النمو، وتحمل الأنثى ما بين 2 ل 6 أجنة. طبعا أنواع القروش الخطرة على الإنسان في عائلة الذئب أو آكل الإنسان، في عائلة النمر، عائلة العويس، عائلة الأبو مطاقة. طبعا أول حاجة القرش الذئب يتميز باللون الرمادي الغامق القريب من السواد على الناحية الظهرية، أما الناحية البطنية أبيض باهت متسخ، والزعنفة الصدرية لونها رصاصي قاتم، والفك العلوي مدبب وبه 26 صف، وكل صف به من 5 ل 7 أسنان مدببة وقوية. أما الفك السفلي فيوجد به 22 صف من الأسنان، ويصل طول هذا القرش إلى 3 متر ونص، وهو يعيش بعيدا عن الشواطئ، ولكنه عندما لا يجد ما يأكله يتجه إلى الشواطئ ويهاجم القوارب الصغيرة ويتغذى على الأسماك والسلاحف البحرية. أما النوع الثاني فهو القرش النمر، يصل طوله إلى 9 متر، ولكن الطول الشائع ما بين 3 ل 5 متر، ولونه رمادي قاتم يميل إلى الأزرق القاتم من الناحية الظهرية وإلى الأبيض باهت من الناحية البطنية، ويتميز بوجود خطوط عرضية قاتمة اللون على الناحية الظهرية والجانبين، تعطيه ذلك المنظر الجميل الذي يشبه النمر البري، وهو من القروش الخطرة جدا، وله جسم غليظ وقوي، وفمه دائري به 22 صفا من الأسنان المثلثة الشكل، عريضة مشرشرة الجوانب عند القاعدة، ويتغذى على السلاحف البحرية وما يلقى من السفن. النوع اللي بعد كده القرش العويسي أو أبو ريشة سودا، ده يميل لونه إلى الرمادي المائل إلى اللون الأصفر، أطراف الزعانف رصاصي داكن يميل إلى السواد، ويصل طوله إلى حوالي 3 متر، وطبعا يوجد في كل فك من 30 ل 34 سنة طبعا، والأسنان العلوية أسطوانية ونحيلة، ويعتبر من القروش المعتدة بنفسها والتي لا تهاب أحد، ويتحرك ببطء شديد نحو الفريسة، وكثيرا ما يقع في شباك الصيادين القريبة من الشعاب وفي المناطق الرملية، ويوجد في مجموعات في المياه الضحلة من 1.5 متر ل 2.5 متر. بعد كده النوع اللي بعد كده القرش أبو مطرقة، ده يوجد في البحر الأحمر نوعان، ولا يمكن التفريق بينهما إلا عن طريق الأسنان، حيث تكون في أحدهم ملساء وفي النوع الآخر مشرشرة الجوانب، ويتميز هذين النوعان بشكل الرأس الذي يشبه المطرقة المفلطحة، والعينان توجد على طرفي المطرقة، والأنف ممتد على الحافة الأمامية، ولون الجسم بني داكن على الناحية الظهرية وأبيض شاحب من الناحية البطنية، وهو من القروش النشطة التي تتحرك في مجموعات تصل إلى 20 قرشا في كل مجموعة قرب سطح الماء، ويصل طوله إلى 3 متر ونص، وحاسة الشم عند هذا النوع قوية جدا، وهو من الأسماك الشرسة جدا، وتجده قريبا من السفن ومراكب الصيد. أما كيفية حدوث الأضرار بقى من القروش، طبعا كثيرا ما تحدث إصابات من القروش للبشر طبعا نتيجة لأسنان القروش القوية في الأجزاء التي تنهشها بشدة ووحشية، ينتج عنها أحيانا تمزق في الأنسجة، تهتك في الخلايا مكان القضمة، نزيف حاد مكان الإصابة، صدمة عصبية للمصاب نتيجة الخوف والفزع، احتكاك جسم الإنسان بجلد القرش يؤدي إلى سحجات وتمزق في خلايا الجلد بسبب القشور المتحورة إلى حراشف. تصل نسبة الوفيات من حوادث القروش ما بين 50 إلى 80%. طيب أما عن طرق الوقاية، أول حاجة بالنسبة للغواصين يجب لبس بدلة سميكة قاتمة اللون، لأن القروش تنجذب للألوان الفسفورية والفاتحة واللامعة. تجنب الغوص في المناطق التي فيها رؤية غير واضحة، عدم البقاء لفترة طويلة في الماء، تجنب الحركات السريعة والعشوائية في الماء، عدم الغوص منفردا، حيث وجد أن كلما زاد عدد الغواصين قل احتمال الهجوم من القرش. إذا جرح الإنسان وخرج منه الدم يجب مغادرة الماء فورا مهما كان حجم الجرح حتى لا تأتي القروش على رائحة الدم. عند مشاهدة قرش بالقرب منك حاول أن تبقى قرب القاع أو قرب حائط الشعب المرجانية، وتكون ساكنا مع مراقبة القرش طوال الوقت حتى الابتعاد عنك. حاول الانسحاب بهدوء من المنطقة فهو ابتعاد القرش عنك، ولا تحاول السباحة أمام القرش حتى لا يندفع إليك، لأن القرش مثل الكلب يشم رائحة هرمون الخوف ويطارد كل شيء متحرك أمامه. طيب السمكة اللي بعد كده هي حداية البحر، دي تعد من فصيلة القروش أيضا، وتتميز بشكلها المفلطح وشبه دائرية، أما ألوانها فمنها الأسود والمرقطة بألوان مميزة، وتعتبر من أخطر الكائنات البحرية سمية، يجب الحرص الشديد أثناء التعامل معها. وتوجد الشوكة السامة في ذيلها الطويل. تتواجد الحداية عادة في الأماكن الغير عميقة خصوصا الرملية، عادة ما تدفن نفسها في الرمل أو تحت الصخور. تحصل الإصابة بعد دهسها بالقدم، وكردة فعل
للحداية تحصل اللدغة بواسطة شوكتها التي في الذيل. كحماية ووقاية للقدم يجب استعمال الأحذية الخاصة بدخول البحر. إضافة إلى ذلك عليك أن تضرب بيدك على سطح الماء أثناء المشي لتبعد الكائنات البحرية عن طريقك خصوصا أثناء الليل. وتكون أهم الأعراض بعد الإصابة بها آلام حادة وتورم وتخدر في منطقة الإصابة. أما طريقة الإسعاف لهذه الإصابة فيجب تشريط موقع الإصابة وإخراج الدم الملوث بالسم، ثم نقل المصاب إلى المستشفى لأخذ الحقن الخاصة بالتسمم، ويجب تهدئة المصاب لكي لا يتعرض للصدمة. أما السمكة اللي بعد كده فهي قناديل البحر. طبعا دي من الحيوانات البحرية الواسعة الانتشار، حيث توجد في جميع بحار العالم وتطفو سابحة في المياه الضحلة، وقد تقذف بها الأمواج على رمال الشواطئ. وسميت بقناديل البحر لاستدارتها ولونها المائل إلى البياض الشاحب أو الزرقة شبه الشفافة. من الحقائق التي يجب على السباحين معرفتها عن هذه الكائنات الهلامية أنها ليست صديقة، وتساعد خلايا هذا الحيوان اللاسعة في الدفاع عن نفسها أو اصطياد الفرائس أو الالتصاق بالجسم. هذه الخلايا تسبب ألما وحروقا لجلد الإنسان عندما تقترب منه، وذلك لأن الأكياس الخيطية تحتوي إما على مواد شديدة القلوية شرهة جدا للماء تساعد على اندفاع الخيط بدخول الماء إليه عند الإثارة، أو على سوائل بروتينية سامة تنغمس فيها أطراف تلك الخيوط التي تنطلق ناقلة تأثير تلك المواد إلى جسم الإنسان أو الحيوان، مسببة له الحروق والالتهابات المؤلمة التي تؤدي أحيانا إلى الوفاة. يوجد على الأقل 15 نوع من قناديل البحر بتعيش في البحر الأحمر، تبدأ من 2 سنتي لحوالي 40 سنتي. طبعا وهي من الأنواع غير الخطرة، وإن كانت تسبب بلسعتها آلاما والتهابات جلدية عند لمسها، خاصة خلال فصلي الربيع والصيف الذين يمثلان فصلي تزاوج هذه الأنواع. تنقسم حسب طبيعة معيشتها إلى مجموعتين، الأولى تضم الأنواع السابحة والثانية تضم الأنواع القاعية. تختلف قناديل البحر في درجات لسعتها للإنسان، ويرجع ذلك إلى عدد الخلايا اللاسعة التي تخترق الجلد، بالتالي إلى المواد السامة التي يحقن بها. وأيا كان الوضع فإنه لابد أن يؤخذ في الاعتبار أطوال مجسات وأذرع هذه القناديل التي قد تصل في الأنواع العملاقة إلى أكثر من 30 مترا. وتحتفظ بقايا هذه القناديل وإن كانت ميتة بقدرتها على اختراق جسم الإنسان وحقنه بمحتوياتها السامة. أما عن كيفية إسعاف المصاب بلسعة قنديل البحر، إن هناك أنواع عديدة للقناديل، والشيء الجيد أن معظم القناديل المتواجدة على شواطئ مصر هي من النوع غير السام. أما السام منها فهو قليل ولا يتواجد إلا في الأعماق، لذلك فإذا تعرضت مثلا للسعات القناديل السامة عليك استخدام الليمون أو خل الليمون مباشرة ووضعه على المكان الملسوع. وكذلك فإن الماء البارد والديتول يخففان من قوة اللسعة، وظواهر الإصابة بسيطة وهي عبارة عن تحسن وإحمرار في الجلد ولا تأثير لها على الجسم من الداخل، ويفضل التوجه لطبيب الجلدية لأخذ العلاج المناسب. وعموما فإن أعراض اللسع لا تتجاوز اليومين إذا تم إجراء الإسعافات سالفة الذكر. عند التعرض للسعات القناديل ينصح بالقيام ببعض الأشياء لتخفيف هذه الآثار. أول حاجة يوضع الجزء المصاب بماء البحر وليس بماء العذب الذي يحفز انطلاق الخيوط اللاسعة، عدم محاولة إزالة أجزاء القناديل الملتصقة بالجسم بأدوات حادة، وعدم لفها بالفوط أو دعكها بالرمال، لأن كل هذا يؤدي إلى انطلاق المزيد من الخلايا اللاسعة فيزداد التأثير اللاصع. يستحسن أن تزال أجزاء القناديل الملتصقة بالملاقط أو بالحافة الخلفية غير الحادة للسكين إن أمكن، ومعاملة الجزء المصاب بمحلول مخفف 5% من حمض الخليك لمنع انطلاق الخيوط اللاسعة وإزالة السموم، وعدم استخدام الكحول الإيثيلي أو العطور أو كريمات الحلاقة لأنها تزيد من تأثير اللسعات. عدم تحريك الجزء المصاب لمنع انتشار السموم، دهن الجزء المصاب بالكريمات المسكنة للألم مثل كريم الليجنوكاين بتركيز 5 بمجرد التزام الشخص المصاب بالهدوء، واستخدام كريمات موضوعية تحتوي على الكورتيزون. في حالة إصابة العيون يجب معالجتها بقطرات ومراهم مسكنة مثل الهيدروفينوكول والسفراديكس مع تهدئة المصاب وتدفئته حتى لا يصاب بصدمة عصبية وتشنجات. أما السمكة اللي بعد كده فهي قنفذ البحر. يعتبر قنفذ البحر من مجموعة الشوكيات، وهي مجموعة قديمة أثرية من بين مجموعات الحيوانات البحرية، كما أنه حيوان ذو صلة بنجمة البحر وخيار البحر. ولقنفذ البحر شكل كروي مغطى بأشواك طويلة متحركة وألواح متراصة شبيهة بالهيكل العظمي تقع تحت جلد القنفذ،
وقد وجد أن لبعض القنافذ البحرية التي تعيش في الشعاب المرجانية أشواكا حادة ذات خطورة على الغواصين، يبلغ قطر صدفته الشائكة من 3 إلى 10 سنتيمتر، ويتراوح لونها من الأسود إلى الرمادي أو الأخضر أو الإرجواني. يتحرك قنفذ البحر ببطء متغذيا على الأشنيات، ويكون هو طعاما لكل من كلب البحر والأنقليس وغيرها من السوابح المفترسة. لا يرى هذا القنفذ البحري إلا ليلا. وهناك أنواع عديدة من القنافذ البحرية التي تمتاز بكثرة الألوان، وفي أنواع طبعا منه سامة وأنواع غير سامة. وقنفذ البحر ممكن يعيش لمدة 25 سنة على الرغم من أنه نادرا ما يصل إلى ذلك السن، حيث لا يتعدى متوسط عمر قنفذ البحر 15 عام. ويمكن أن تضع أنثى القنفذ ما بين 100 ل 1000 بيضة، والذي يكون مغلف بمادة لزجة تساعده على التمسك بالنباتات والصخور في الماء للحفاظ على سلامته. ويفقس البيض بعد حوالي شهر من العناية، ويخرج صغار قنفذ البحر إلى المياه المفتوحة، كما أن الإنسان يصطاد قنفذ البحر ويقدم بطاريقه كمقبلات. السمك اللي بعد كده هي ثعبان البحر أو الأنقليس أو الموهي. طبعا تعتبر هذه السمكة من أنواع الليلية التي دوما ما تبرز رأسها فقط عند الاختباء في فترات النهار. وهناك أنواع عديدة من سمك الأنقليس، تبدأ من النوع صغير الحجم ذو الفم الأصفر وصولا إلى النوع العملاق المنقط باللون البني. ويمتاز ثعبان المعينة بفكه القوي جدا، والذي يحتوي بداخله على أنياب حادة، والتي تمكن سمك المعينة ليس فقط من الاستيلاء على فريستها، ولكن أيضا إلحاق جروح بالغة وخطيرة في بعض الأحيان على أعدائها، حيث أنها تهاجم الأشخاص الذين يقتربون من أماكن الإخفاء الخاصة بها في المياه الضحلة، وتؤدي عضتها إلى إصابة الإنسان بمرض الصفراء. لذلك يجب الحذر جدا من ثعبان المعينة عندما تجده في أي مكان، فمن المفضل أن تبتعد عن هذا الثعبان الخطير. آخر سمكة هنتكلم عنها هي السمكة المنتفخة. طبعا يعتبر هذا النوع من الأنواع المألوفة لدى الغواصين، وتنتفخ هذه الأسماك عند الإمساك بها، ويقوم بعض الغواصين بالإمساك بها لمجرد التسلية، وهو أمر غير مقبول. وهناك أنواع عديدة من هذه الأسماك، بداية من النوع الكردي ذو القناع، مرورا بالنوع المثقب ذو النقط الصفراء، وصولا إلى النوع المنتفخ الكبير ذو النقط السوداء. طبعا أتمنى أن أكون فدتكم في الفيديو ده، وأتمنى إن شاء الله لو الفيديو ده عجبكم، لو شفتوا فيه معلومات قيمة، أتمنى أن انتوا تشتركوا في القناة. وطبعا لا أنسى في النهاية أن أنا أشير إن أغلب المعلومات دي متاخدة من الكتاب موسوعة أسماك البحر الأحمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.